السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد التحليه ذوق الشوكولا والكراميل، تجي بزاف بنينه وطعمها يجي كيما الياغورت تاع بنينه. ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها هي الطبقه الاولى اللي هي بذوق الفاني. عندي هنايا نصف لتر حليب، راح نقيسها لكم بهذاك الكاس اللي اكيد موجود في كل بيت. عندي هنايا 2 كيسان وربع تاع الحليب، يعني نصف لتر حليب دارت لي 2 كيسان وربع حليب عادي بدرجة حرارة المطبخ ولا بارد كما تحبوا. عندي هنايا 3 مغارف يكونوا كبار تاع السكر العادي، ثلاث مغارف ما يكونوش معمرين مليح مايزينا اللي هي نشاء الذرة، 3 مغارف ما يكونوش معمرين مليح. عندي هنايا ملعقة كبيرة فلون بذوق الفانيليا، وهنا يعني حندير عطر الكراميل. ملعقة اكيد ملعقة الكبيرة كامل. قلت لكم ديروا نصف لتر حليب، 2 كيسان وربع مع 3 مغارف كبار تاع السكر و3 مغارف كبار ماشي معمرين مليح مايزينا، ملعقة كبيرة فلون بذوق الفانيليا ولا بذوق الكراميل كما تحبوا، وعطر الكراميل. هنايا زدت شويه تاع الكراميل، عطر الكراميل لقيته شويه فاتح. هنا نخلطهم شويه ونحطهم فوق النار. التحليات تاعكم ديما كيكونوا فيهم المايزينا توجور لازم تحركوا بالفوي وما تنحوش كامل يديكم، غير تنحو هكا دقيقه ولا عاودوا تمتم حركوا هكذا باش هذيك المايزينا ما تهبطش للقاع الكاسرونه وتتحرق معاكم وتعطيكم نكهه ماشي شابه في التحليه تاعكم. يعني هكذا كما كنتوا تشوفوا ساعه ساعه حركوا، بقاو غير تحركوا حتى تتقال معاكم، النار تكون متوسطه. هنا شوفوا راهي بدات تعقد معايا، غير تشوفوا هكذاك عقدت غير شويه برك تنحوها وتحطوها في لي فيغين تاعكم. هنايا راني حنضيف لها اضافات، راني حندير لها ملعقه صغيره تاع الزبده وعلبه تاع الفلون كراميل. هذا الفلون كراميل كريم ديسر، يعني راح يعطيها واحد النكهه بزاف بنينه. وهاد التحليه هذه اللي درتها لكم يعني كي تكونوا تاكلوا فيها اون ديغي راكم تاكلوا في الكريم ديسر كراميل، يعني علبه فقط وراح دير لنا كميه يعني لاباس بها. هنايا شوفوا قلت لكم تحركوهم مليح تخلطوهم مليح. الكريمه تاعكم ما لازمش تخلوها تعقد مليح، لانه اذا عقدت مليح راح يجي بزاف ثقيل هذاك الفلان وما يجيكمش كامل بنين. هنايا نعمر لي فيغين تاعي، انا حندير في هاد لي فيغين. شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون هكذا، يكون شويه خفيف. هنا بعد ما ديروها في الثلاجه اكيد راح تزيد تشد روحها. هنا انا قسمتها على 4، يعني نتوما اذا كان لي فيغين تاعكم كانوا صغار حدي لكم كميه بس بها. وهنايا بعد ما عمرت لي فيغين تاعي كامل اني حندخلهم للثلاجه ونخليهم يبردوا. نجوزو نحضروا الكريمه الثانيه، يعني الطبقه الثانيه بذوق شوكولا. عندي نصف لتر حليب، حليب عادي بدرجة حرارة المطبخ ولا بارد كما تحبوا. عندي هنايا 4 مغارف كبار تاع السكر، يعني ديروا 4 مغارف ما ديروش 3 كما في الطبقة الأولى. عندي هنايا 3 مغارف ما يكونوش معمرين مليح مايزينا، ومغرفة كبيرة تاع كاكاو بني، رشة تاع الملح، ونخلطهم بالفوي. التحليات تاع هكذا كيكونوا بالشوكولا ماذا بكم ديروا الكاكاو البني، ما ديروش هذاك الكاكاو الاسود انه يعطيكم طعم ماشي شباب كامل في التحليه تاعكم. ديروا كاكاو بني يعني كي تشموا ريحه الشوكولا. هنا نحطهم تاني فوق النار ونبقى نخلط، يعني نبقى نحرك في الخليط تاعي حتى يعقد معايا.
وهنا البنات بمجرد انكم تشوفوها هكذاك بدات تعقد يعني تنحوها من الفرن تاعكم، تخلوهاش تعقد بزاف باش ما تجيكمش ثقيله. هاي ليك هنايا انا راح ندير لها ملعقه صغيره تاع الزبده وعلبه تاع الياغورت كريم ديسير. هذه الياغورت هذا بزاف بنين، يجي بنتو كيما تاع لا موس تاع الشيكولا. نتوما اذا عندكم دانيت ديروا، المهم ياغورت بذوق شوكولا. قلت لكم الكريمه تاعكم ما تخلوهاش تعقد بزاف يعني في كي تكون طيب، غير تشوفوها دارت هكا فقاعات خفيف نحوها هكذا باش التحليه تاعكم كي تبرد راح تجيكم خفيفه وتجي القوام تاعها كيما البنينه اللي ناكلوها من المحلات. هنا بعد ما خلطتهم راني حنفرغ فوق الطبقه الاولى. يعني ولي تحب دير تبدا بالطبقه تاع الشوكولا هي الاولى ومن بعد تبدا بالطبقه تاع الكراميل الثانيه كيما تحبوا. شوفوا هنا القوام تاعها كيفاش يجي، ما يجيش ثقيل وماذا بيكم تمتم كي تحركوها يعني تمتم تفرغوها في ليفيرين تاعكم هكذا باش ما تثقلش معاكم في الكاسرونه. هنايا نخبطهم شويه كذا نسقم لهم السطح تاعهم. هنا بقات لي شويه تاع الكريمه عمرتها في هذاك الفيرين. هي اذا راكم تشوفوا نفس المقادير مي تبقى تاع الكريم ديسير عفوا تبقى تاع الكراميل جات اكثر من تاع الشوكولا. هنايا دخلتهم الثلاجه بعد ما بردوا لي مليح مليح، رانا رايحين نزينوهم مع بعض. شوفوا هنا الطبقات كيفاش جاو شابين. هنايا عندي شوكولا مبشوره يعني بشرت شويه تاع شوكولا بذوق الحليب وشوكولا بيضاء، يعني كنت سكرفجتها في سكرفاج هذاك الرقيق يعني. والتزيين يبقى توجور اختياري، تحبوا تخلوها كيما راهي تحبوا ديروا لها طبقه خفيفه من لا شانتيي ولا تحبوا ديروا لها يعني كاكاو. قلت لكم التزيين يبقى اختياري، تقدروا تاني ديروا لها بالقطعه تاع شوكولا ولا يعني كيما تحبوا. انا مش حتدي لكم بزاف الشوكولا. وهنايا جبت شويه تاع الكاكاو يعني بني، ندر عليها غير هكا حاجه خفيفه برك، ما تكتروش الكاكاو وما ديروش هذاك الكاكاو الاسود سينو ما ديروش كامل. مي انا حبيت هكذا نعدل في الذوق شويه. التحليه هذه ماهيش حتجي حلوه بزاف ومش حتجي يعني صامته، يعني البنه تاعها معتدله. وهنايا بعد ما حطيتهم في صحن تقديم وكانوا بردوا لي مليح مليح، يعني كنت خدمتهم الصباح ودوكا انا مع العشيه. هاي ديك التحليه تاعي يعني جات ولا اروع، تحليه رائعه بزاف بنينه سواء في المنظر ولا في المذاق، بزاف بزاف هايله يعني جربوها ماكمش راح كامل تندموا سورتو في السهرات الرمضانيه. شوفوا هنا كيفاش راني نقسم فيها كيفاش راهي باينه بلي خفيفه، هذا بيسك ما خليتش يعني كي كانوا يطيبوا ما خليتهمش يتقالوا بزاف. اذا خليتوهم يتقالوا بزاف يعني راح يجيكم يابسه بزاف هذيك الطبقات تاعكم، يعني تجي كريمه عاقده بزاف. شوفوا هنايا هذاك الطبقه الاولى يعني بنتها كيما بنت الكريم ديسير، يعني طبقه الاصل على اللي نشروها من برا. يعني ديروها في الدار وتفرحوا بها وليداتكم. تحليه يعني بسيطه، كم شفتوا مكونات ماشي بزاف، فيها غير هذاك الكريم ديسير تاع الكراميل وكريم ديسير شوكولا، هذا ما كان. يعني هذه التحليه صدقوني جربوها ماكمش حين كامل تندموا سورتو في السهرات الرمضانيه. وشنو برك كي ديروا الطبقه الاولى خلوها تبرد مليح باش تروحوا ديروا الطبقه الثانيه. هاي اللي كنا اللي درتها يعني تحبوا ديروا شوكولا وحدها والكريم ديسير وحده يعني فاني كيما تحبوا. شوفوا قوام تاعها كيما بنينه اللي ناكلوها تاع برا. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها يعني في رمضان. انا معليا نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بجام فضلا وليس امرا. مع السلامه.